يا صباح الخير، صباح الفل عليكم. النهارده بقى المشتريات الشهريه لشهر 12، اخر شهر في السنه. يلا مع السلامه، بجد السنه كانت صعبه جدا. فيلا مع السلامه، وربنا يكرمنا كده في السنه الجايه ان شاء الله 2023، ان هي تبقى سنه حلوه ونحقق فيها كل اللي احنا محققناهوش السنه اللي فاتت. النهارده بقى كانت المشتريات الشهريه لشهر 12، وكان طبعا فيها عروض، بس طبعا العروض اسعارها اصلا مرتفعه، يعني هي اصلا العروض اسعارها مرتفعه جدا. فهنشوف مع بعض النهارده الحاجات اللي انا جبتها بالاسعار، ولو حاجه عليها عرض هقول لكم عليها كمان. تمام كده. هنا اول حاجه هنبدا مع بعض هنا بالحاجات بالمنظفات. وهنا معايا اللي هو اوكسي ال2 كيلو ونص ب95 جنيه، اللي هو نسيم الشرق، ريحته حلوه، بس لو لقيته اللافندر هيبقى ريحته احلى، بتبقى الريحه بتاعته مكثفه شويه. وده للابيض وللالوان. تمام كده. وكان ب95 جنيه 2 كيلو ونص. كمان هنا معايا كوراريل اللي هو بديل للكلوريكس. ده حلو برضو، مش وحش، بس كمان سعره كويس جدا، سعره اقتصادي برضو، مش زي كلوريكس. فده عامل 8 ونص، وكان 1 لتر، وده للابيض وللغسالات الاوتوماتيك. تمام كده. كمان هنا معايا اللي هي الاسفنجة دي، الاسبونجة دي كانت عاملة 3 جنيه ونص، بصراحة حلوة وبتعيش معايا كويس جدا، اللي هي بروفيتكس، حلوة قوي. فانا جبت كمان منها 2. الواحدة عاملة 3 ونص. تمام. كمان هم جبت هنا الوايبس دوت. كان العلبة دي كانت عاملة 15 جنيه، وهي 72 منديل. يعني ريحتها كويسة. فحلو قوي. وهنا كمان جبت اللي هو صابون قاميه. الواحدة كانت عاملة 8 جنيه، اللي هو الحجم الصغير جدا. كانت بريحة اليوسفي، فهي ريحتها حلوة. وكمان جبت منها 2 لان انا عندي لسه كمية صابون من الشهر اللي فات. كمان هنا جبت اللي هو الاسترتش الغذائي ده. تمام. كانت اللفة دي عاملة 30 جنيه. فكانت حلوة برضو، بتعيش معايا اكتر من شهرين 3 مثلا. هنا كمان جبت اللي هو ورق الزبدة. طبعا ده مش احسن نوع، بس يعني انا بجيبه، يعني بيقضي معايا الغرض. في انواع تانية احسن من كده. فده كانت اللفة دي عاملة 10 جنيه. وكمان جبت اللي هو الالومنيوم فويل. جبت اللفة دي كانت 10 متر، كانت عاملة 22 جنيه، وهي 40 سنتيمتر. تمام كده. كمان هنا جبنا اللي هي مناديل التويلت. كانت عاملة 17 جنيه، اللي هما البكرتين دول، اللي هو النوع ده. تمام. انا لسه ما جربتهوش بصراحة، ما اعرفش يعني هل هي الجودة بتاعته كويسة ولا لا. فكانت عاملة 17 جنيه البكرتين دول. كمان جبت اللي هي مناديل الجيب فاميليا، كنت بجيب على طول زينة بس ما لقيتهاش. كان سعرها يعني احسن من فاميليا شوية، يعني اهدى شوية. فكان بس يعني انا ما لقيتش اللي هي زينة، فجبت ده. كانت عاملة اللفة دي عاملة 20 جنيه، وهي فيها 10 علب. تمام كده. وكمان جبت فاميليا اللي هي مطبخ، الرول المطبخ ده. الاتنين رول دول كانوا عاملين 16 جنيه. طبعا برضو ما لقيتش اللي انا كنت بجيبها زمان، اللي هي سانتيا. فجبت ده. طبعا الاسعار بتاعت المناديل فعلا مرتفعة جدا، فانا جبت البكرتين دول كانوا عاملين 16 جنيه. كمان هنا جبت علبة السيجنال دي، اللي هي الصغيرة، كانت عاملة 6 جنيه. وكمان جبت هنا اقياس القمامة اعزكم الله. فكانت عاملة اللي هي النوع التاني، الدرجة التانية، كنت جايباها من محل الاكياس. بصراحة النوع ده بيبقى كويس، بس انا كنت بستخدم الاسود، فطبعا مش موجود. فجبت ده، فكان عامل 25 جنيه، على ما اعتقد ده بيكون فيه 100 كيس. يعني هاتوه من عند الراجل بتاع الاكياس، اللي هو بيبيع كل الحاجات البلاستيك. بصراحة بيبقى عنده الحاجات دي، بتبقى احسن من ان انت تجيبي الرول من السوبر ماركت، بيبقى غالي جدا. تمام كده. هنا كمان جبت بقى، تعالوا شوية معايا كده. جبت هنا كمان ازازة الزيت دي تبارك. الازازة دي كانت 650 ملي، كانت عاملة 25 جنيه. تمام. ديت للخليط للقلي والتحمير. وكمان جبت زيت عافية، اللي هو الذرة. زيت عافية الذرة دي، الازازة دي عاملة 55 جنيه. انا جبت منها ازازتين. وكمان اهي، ادي جبت الازازه دي والازازه دي. كانوا عاملين 110. الواحده كانت عامله 55 جنيه. كمان جبت اللي هي هارفست، كنت بحب اللي هي في نوع تاني كنت بجيبه بس برضو ما لقيتهوش، فجبت ده بديل هاينز طبعا. فجبت هارفست، كانت الازازه عامله 9 جنيه، ودي 1 لتر. تمام كده.
كمان هنا جبت اللي هي الرنجة دي، كانت عاملة رنجة هولندي، دي نص كيلو، كانت عاملة 31 جنيه. تمام. كمان جبت اللي هو اكياس الملح الخير دي، الكيس على ما اعتقد عامل جنيه، فانا جبت كده منه 3 عشان انا عندي كمان كمية جوه، فقلت كملوا معايا لحد اخر الشهر. تمام كده. فكان الكيس عامل جنيه. كمان جبت اللي هو ده يعني مرقة الدجاج، انا مش بستخدمها كتير، بس كان في بواقي للفلوس فاخدت منها، اخدت ايه اللي هي مرقة الدجاج دي، باقي الفلوس اللي فضلت لي من الفلوس، يعني من الحاجات اللي انا من الطلبات اللي انا جبتها. تمام كده. كمان هنا جبت طبعا واتصدمت جدا، جبت شاي العروسه، انا ليا شهرين ما جبتش لان كان عندي كميه، فجبت شاي العروسه. الاول كان عامل 22 جنيه، ففجاه كده شاي السماء العليم سعره يرتفع جدا ويبقى ب 32 جنيه اللي هو 250 جرام. فطبعا قعدت ادور على البديل في السوبر ماركت، فلقيت البديل كله يعني كل الحاجات اسعارها اكتر من شاي العروسه، يعني سعرها مرتفع جدا، 37 42 47. فقلت لا خلاص هجيب ده. واحنا كمان بنحبه. فكان عامل ال 250 جرام شاي العروسه كان عامل 32 جنيه. تمام كده. طبعا ربنا يرحمنا برحمته، وفعلا الاسعار صعبه جدا. هنا كمان جبت اللي هو سكر بلدنا ده، كان عامل الكيلو كان عامل 15 جنيه، فانا جبت 3 كيلو سكر، وكمان جبت اكياس 4 اكياس مكرونه الملكه، كان الكيس عامل 7.5. تمام كده. كمان جبت هنا اللي هو القهوه بتاع عماد افندي، طبعا حلوه جدا، مش اول مره اجيبها، يعني جبتها كتير فجربتها وعجبتني. فكانت الكيس عامل، هو الاول كان عامل 19 جنيه، فدلوقتي زاد بقى 23 جنيه. تمام كده. كمان جبت اللي هي التونة الماريو دي اللي هي المفتتة، فكان عاملة 15 جنيه، يعني ما زودوش في سعرها قوي زي الشهر اللي فات، يعني ما اعتقد زودوا نص جنيه لان هي كانت عاملة 14 ونص. كمان هنا جبت كمان اللي هي بقى شوية كيكات اللي هي دي، كانت عاملة اللي هي كاب كيك اللي هي بالفراولة دي، طعمها حلو جدا. كانت الواحدة عاملة 3 جنيه، فجبت منها 2. وكمان جبت اللي هو بسكوت بيمبو لو عارفينه، بس الحجم الصغير خالص، بجيبه كده الحنين عشان احطه لها في اللانش بوكس معاها، منه حاجه صغيره تتحط في اللانش بوكس، ومنه ما تاكلش حاجات مسكره كتير، يبقى الحجم صغير. فكان الواحد عامل جنيه. وكمان البسكوت القمر الصغنون القمر ده صراحه طعمه حلو قوي، جواه كده محشي مارشميلو وشوكولاته وبسكوت، فطعمه حلو قوي برضو، الواحده كانت عامله جنيه. هنا كمان جبت اللي هو التيميس ده، تمام، اللي هو البوبس الالوان ده كان عامل 5.5، وكمان جبت منه النوع ده كمان، طعمه حلو قوي ده، بحبه جدا. ده برضو كان عامل 5.5، فهنا جبت منه 2. وكمان جبت البسكوت المملح ده، بيبقى طعمه حلو قوي، طبعا كان ب3 جنيه فزودوه الشهر ده جنيه، فبقى ب4 جنيه الباكو نفسه. تمام. كمان هنا جبت اللي هي كاكاو دريم، فكان مش عارفه من كام شهر كده كنت جايبه كميه، فكان عامل 19 جنيه 20 جنيه، فطبعا بقى ب25 جنيه. وده احسن نوع كاكاو موجود بصراحه، انتاج مصري، بيبقى الطعم حلو جدا، والكاكاو فعلا بيبقى طعمه حلو قوي. فكان ال100 جرام عاملين 25 جنيه. تمام كده. كمان جبت اللي هو لبن لمار ده، كان العلبة كانت عاملة 6 جنيه، فانا جبت منها 3 انواع. وكمان جبت عبور لاند، طبعا عبور لاند دي كانت ب7.5 فاكرين، فدلوقتي بقت ب13 جنيه، والشهر اللي فات كانت ب11، فزودوها كمان 2 جنيه فبقت ب13 جنيه. فدي كانت عاملة 250 جرام عاملة 13 جنيه. وكمان جبت العسل الاسود بتاع البوادي، بيبقى طعمه حلو، وانا بجيب العلبة الصغيرة دي، فكانت عاملة 9 جنيه ونص. تمام كده. كمان هنا طبعا جبت الحليب اللي هو بالهنا، طبعا بخير وغالي جدا، فانا قلت لا انا هجيب كل حاجة، يعني ايه لو في بديل للحاجة دي فانا هجيبها مادام سعرها ايه كويس، وطبعا الجودة بتاعتها لازم تكون كويس. فطبعا الحليب بالهنا على فكرة طعمه حلو، انا جربته كتير وبجيبه كتير قوي هنا عندي في البيت. فكان ال 500 جرام عاملين 8 جنيه. تمام كده. كمان هنا جبت اللي هي جبنة ريمات ملح خفيف، جبت ب9 جنيه. تمام. كان ب12 جنيه، اللي هو 150 جرام كانوا ب12 جنيه، والسعر الاساسي بتاعها 80 جنيه.
كمان جبت الجبنه القريش دي، فكان سعرها جبنه قريش الربيع، هي سعرها الاساسي 55 جنيه، وانا جايبه 380 جرام ب20 جنيه و90 قرش. كمان جبت الجبنه الرومي دي، فطبعا اتاكل منها كتير يعني، فكان الوزن الصافي بتاعها السعر 140 جنيه، انا جايبه 85 جرام ب11 جنيه و90 قرش. كمان جبت اللي هي حلاوه اللي هي الافوكاتو، النوع ده حلو قوي، بيبقى السكر بتاعها خفيف قوي، فانا جبت اللي هي عامله سعرها 52 جنيه، فانا جبت 125 جرام ب6 جنيه ونص. كمان جبت اللي هي شيدر هاينز ديت، جبنه شيدر طعمها حلو، السعر الاساسي بتاعها 150 جنيه، انا جبت 70 جرام ب10 جنيه ونص. كمان جبت اللي هي الجبنه البراميلي الساده، هي السعر الاساسي 100 جنيه، انا جبت 100 جرام ب10 جنيه. كمان جبت زبادي، طبعا الزبادي اللي هي جهينة، فطبعا اتاكل منها برضو، فكانت عاملة الاربع علب اللي هم الوزن الصغير ده، الحجم الصغير، كان عامل عم اعتقد ده 75 جرام، كان عامل 14 جنيه. وكمان جبت قشطه ريماس لاند، دي بتبقى طعمها حلو قوي، قشطه مبستره، دي كانت عامله هقول لكم يا بنات على ما اعتقد يعني عامله 15 جنيه، فانا جبت منها 2، ودي نوعها طعمها حلو طبعا. هنا كمان جبت الحلبة بقى، جبت شوية عطارة كده، فجبت الحلبة دي عارفينها بتبقى حلوة قوي لو اي حد عنده مغص، السكر بتاعه بيرتفع او ايا كان بقى، فدي بصراحة حلوة قوي للمغص والحاجات كتير، فانا جبت منها ربع كيلو، كان عامل 7 جنيه. وطبعا جبت هنا فشار، كنت جايبه ب5 فشار. وكمان جبت بقى، فاكرين دي الشتا جه يعني، الحلبة الناعمة والسحلب والمغات والحاجات الحلوه دي بتبقى طعمها حلو قوي، فانا جبت كمان نص كيلو، كان عامل 50 جنيه. كيلو السحلب الطبيعي اللي هو مش مضاف عليه اي حاجه ب100 جنيه، فانا جبت منه نص كيلو ب50 جنيه. تعالوا بقى هنا شويه، كمان هنا انا جبت اللي هو العدس الاصفر، هو الكيلو عامل 50 جنيه، فانا جبت ربع كيلو، يعني 12 ونص، تمام كده. وكمان جبت نص فول بلدي تدميس، طبعا انا مش هستخدمه في التدميس الشهر ده، انا هستخدمه ان انا هعمله فول نابت، فهنعمله مع بعض ان شاء الله. جبت بقى شويه توابل كده، دي بهارات شوربه تبقى تحفه، دي كانت عامله 10 جنيه، بهارات كامله بتحطيها مع الشوربه، شوربه الفراخ او شوربه اللحمه، بتودي اللحمه والفراخ في حته تانية خالص، بتخلي الطعم حلو جدا. كمان هنا جبت ب5 جنزبيل، تمام كده. وجبت هنا ب5 توم بودرة، ب5 بصل بودرة. وكمان جبت طبعا القرفة حلوة جدا، اولا بتدفي كده وريحتها حلوة في الشتاء مع المعجنات، وطبعا لو حد عنده سكر ولا حاجة ممكن ياخد مغلي القرفة دي، بتهدي السكر جدا لو السكر يعني لا قدر الله مرتفع او اي حاجة. كمان جبت هنا ب5 فلفل اسود، تمام. وهنا كمان جبت 7 بهارات. وكمان جبت هنا ب5 كمون، ودي كانت مشتريات الشهرية لشهر 12. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبكده مشتريات الشهرية معاكم خلصت بالاسعار بتاعتها، فعلا ما كانش فيه عروض كتير، فبتمنى ان ربنا يحقق لنا كل الامنيات والاحلام اللي متحققتش السنة دي تتحقق السنة الجاية ان شاء الله. ومع السلامة حبايبي في رعاية الله.